السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين يا رب تكونوا بخير. طبعا المواضيع مقلوبة في اتحاد الكورة والرابطة والأهلي فين بقى الزمالك من الكلام ده؟ الزمالك نايم، الزمالك ما بعتش، الزمالك داخل زي ما يكون شاهد بس. لكن اتحاد الكورة مقلوب، لأن هو المحكمة الدولية قالت لهم قدامكم 24 ساعة تردوا علينا. 24 ساعة، لأن بيراميدز مقدمة. بص، المداخلة بتاع طه عزت، مداخلة ثروت سويلة، مداخلة أحمد دياب في البرامج، مترجمينهم مع اللوائح، مع المادة مش عارف 63 والمادة 4/17 والمادة مترجمين كل حاجة، واخدين الموضوع ب100%. الزمالك داخل شاهد. فين الزمالك؟ فين حقك انت يا زمالك؟ فين حقك انت يا زمالك؟ فين حسين لبيب وإدارة نادي الزمالك من الكلام ده؟ احنا مش عايزين دوري ولا عايزين مركز ده تاني، عايزين عدل، عايزين عدل بس. انت تسكت السنه، هي السنه الجايه هيعملوا كده، السنه اللي بعدها هيعملوا كده. ما هو احنا شايفين اهو، كل موسم بيعملوا فينا ايه. وبرضه اداره الزمالك تقول مش عارفين، مش نايمين. فطبعا بيراميدز خلاص، واتحاد الكره هيرد، مش في موضوع زي ده مش هيقدر يهرج. اتحاد الدولي يوقف لك الكره في مصر في لحظه، فهيردوا، هيردوا بكل حاجه. والمحكمه الدوليه هتحكم قبل الجوله الاخيره، الجوله الاخيره يوم 28، يوم الاربعاء. هيردوا، هيردوا يقولوا حصل كذا كذا كذا، وهيوضحوا. والدوري هيحددوا المحكمة الدولية، يعني المحكمة الدولية هي اللي هتحدد مين بطل الدوري. فطبعا الموضوع بيراميدز مش ساكت على انه عنده ماتش مع صن داونز بس. لا، ده جزء وده جزء تاني. فكل التوفيق ان شاء الله للكرة المصرية، واتمنى ان الكرة المصرية ما تقفش قريب في مصر بسبب قرارات عشوائية بياخدوها. ده موضوع. الموضوع الثاني طبعا بعد تولي الكابتن حلمي طولان والمشاركه في بطوله العرب اللي هتقام في قطر من 1 ل 18 ديسمبر. انتوا اطلعتوا على الوقت ده؟ الوقت ده ايه اللي عندك موجود، او ايه اللي الوقت اللي انت فاضي فيه؟ عندك يوم من 4 ل 6 ديسمبر عندك بطولات الانديه في افريقيا، يعني كونفدراليه ودوري ابطال افريقيا. 4 فرق هيشاركوا. يبقى كده الكابتن حلمي طولان مش قادر ياخده من ال4 فرق اللي هم اهلي وزمالك وبيراميدز وان كان سيراميكا ولا المصري. طيب انت بتاخد القرارات دي، ولا هنروح نشارك ضيف شرف وخلاص، ولا مصر هتشارك؟ مش عارفين. طيب ترجع بعديها منتخب مصر الاول من 21 ديسمبر، البطوله تخلص 18 مثلا. انت حسام حسن مش هيسيب لك حد. حسام حسن مش هيسيب لك لعيبه، ولا الاهلي ولا الزمالك ولا بيراميدز ولا سيراميكا او المصري هيسيب لك لعيبه. ما نعرفش القرارات دي بتتاخد ازاي، يعني قرارات كده تحس ان قرارات كده عشوائيه. فين الكلام ده؟ ده كان موضوع الكابتن حلمي طولان مع المنتخب. والموضوع التاني طبعا موضوع ايه؟ موضوع الزمالك دخل في مفاوضات مع مدرب صلال القطري. والمدرب ده بصراحة بيلعب، يعني بنشوف مطوشة صلال بيعمل شغل حلو. عنده ال11 لاعب، بال11 لاعب بيدافعوا ويهاجموا، ال11 لاعب بيدافعوا ويهاجموا. وهو ده الكرة الحديثة اللي موجودة. ان مش ده مهاجم ما يرجعش، ده مدافع ده ما يتقدمش، ده لا، في تكتيك وفي تخطيط. ان شاء الله نشوف الكرة المصرية في التقدم، وان شاء الله كل التوفيق لنادي الزمالك. وفي بقى صفقات جايه، صفقات جايه. انتظروا انتظروا. احنا قلنا قبل كده الفرع بتاع نادي الزمالك ده مدخل نهر فلوس ان شاء الله. وبدات بتسديد باتشيكو وتسديد بوطيب ورفع القيد والجواب يوم الاحد او الاثنين هيصل نادي الزمالك برفع القيد رسميا. الجواب هيصل يوم الاحد او الاثنين ان شاء الله برفع القيد نهائيا عن نادي الزمالك. هيبقى باقي نضاي وساسي، وطبعا جوميز. بالمناسبه برضو جوميز في كاس العالم مع الوداد المغربي، عشان كده كان رافض الاهلي. وبالمناسبه كمان جوميز طالب محمد شحاته وطالب ناصر منسي للوداد. ناصر منسي ومحمد شحاته للوداد. جوميز له 60,000 دولار، والمساعدين بتوعه كان له 60,000 دولار. طبعا بيقدم شكوى بيهم. فبدأ إدارة الزمالك كده اتصالاتها مع جوميز على يشوف المبلغ هيتسد ازاي.
بس يعني ده $50,000 والّا 60,000 يعني بتتكلم في مليون مصري يعني واخلص منهم بدل ما شكوى والزمالك بقى شكله وِحِش أوي قدّام الفيفا يعني. في مش عايزين نوصل لأكتر من كده. وطبعًا إدارة الزمالك فين من الكلام ده؟ يعني الكابتن عمرو الجنايني هو الوحيد اللي تحس إنه شغال في نادي الزمالك، هو وميدو شوية. طبعًا حازم إمام عارفينه من زمان راجل محترم وشخصية فوق الاحترام بشوية. كل التوفيق لنادي الزمالك والصفقات، انتظروا صفقات، صفقات، صفقات تقدر تشيل اسم نادي الزمالك، وإن شاء الله هتشوف الزمالك بشكل جديد في الدور الجديد. ما تنساش اللايك والاشتراك في القناة، شكرًا.